هذه اللي قالت عنا احنا ما لنا رقيبات وابونا ما يولد علاه، من احنا منين جينا؟ لعدنا ما احنا ملي عقلنا على اماتنا وبواتنا قالوا عنا احنا مستحرمين بسيدي احمد الرقيبي، دراريه ودراري دراريه، عن ولاده وولاده ولاده، باش تقوموا انتم تجوا لا بتوا ما بين ليله وضحى تقولوا عن سيدي احمد الرقيبي راه عاقر ما يولد. ها شكون مقريها لكم؟ نعرفوا احنا داك المقريه لكم وقال لكم عنكم احنا سيدي احمد الرقيبي يبين وجهه ويجينا يبان لينا مباشره ويقول لنا هذا راه، ويجيب لنا التاريخ، ينطر التاريخ اللي عندهم يقول عنده ما هم ما لنا رقيبات ما لنا اولادهم ما شيء، ينطروا التاريخ اله بيه، اله بيه نعرفوه، باش يقوموا لا يحلوا فامهم الا اللي حق صفطوا يقول عنا احنا من سيدي احمد الرقيبي ما يولد. علاه ما يولد؟ حضرتوا ليه؟ ما هو والد. نعرفوا إلا عدتوا حاضرين ليه يعملها قولوا لينا وبانوا لينا نعرفوكم. هذا اللي قال هاد الهضره نعرفوه شكون هوايا، او هذا اللي نقول لكم انايا احنا رقيبات اما وبا ما لنا متضرقين ولا لنا متغنبرين، هذا كامل اللي نقولوا راهو حق عندنا، وهرقيبات في كل بليده، فين ما سرحتي عينك على راس القيمه الرقيبات في اي بلاصه، الا جيت للرحامنه خمس خماس راهي رقيبات مطليه بها، لا البلاصه اللي قستيها تلقاي رقيبات فيه، بلايد اللي لقيتيها رقيبات فيها، باش تقوموا انتم تقولوا عن رقيبات سيدي احمد الرقيبي عاقر ما يولد. انطرنا المولاه اللي قالها يجينا احنا ويتواجه معانا ويشوف ولاده ويشوف تركته ويشوف امناته والد الرجاله السبوعه اللي والد سيدي احمد الرقيبي، والد السبوعه ووالد العيالات الفقراشات، ياك سمعتوا لا لواه؟ واللي بغى يعود يقول كلمته يعود لين يعبر بالشار عليه لا يعجل، ياك يمرقها. هذه اللي مرقت هذه الكلمه وهذا اللي مرق هذه الكلمه راه عجل بيها وعجل على راسه. احمد قاسميه منها الحسن وحماد بويا ينقال له مولاي احمد ولد احمد ولد محمد ولد احمد، وخويا ينقال له المهدي كان في فرنسا رئيس ديال الرابطه الصحراويه في اوروبا، ياك سمعتوا دا كل لواه؟ وحنا رانا رقابين سيدي احمد الرقيبي هازين الى الفوق. نقول لكم راه حنا تزعزعنا وبكينا وجدبنا يا غير ما الجهد لا اله الا الله، وحنا ولادنا كاين عندنا لولادنا السبوعه ولا يقيسكم الى فم ونعرفوا واش كان رقيبات ولا ما رقيبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يقول لي خليل رقيبي ولد عبد الله ولد بوجمعة ولد النافع ولد بادات. هاد الناس هادو اللي قالوا لنا هاد الهضرة ديال جدنا وساعدي من السواد، وهاد الناس هادو من إقليم الرحامنة. هاد الناس اللي قالوا لنا راه بأن حنايا جدنا ما كيولدش، هادنا حنا ولادو، الا ما كانش يولد ورونا حنا جدنا هادو. هاد الناس هادو اللي كيالفوا هاد الهضره هادي، حنا دابا راه بيردونا حنايا من اللور نولوا نقلبوا على تاريخنا ولا كيفاش؟ هاد الناس هادو راه خرجوا الطريق بزاف، راه هاد الهضره اللي كنسمعوا راه بقى فينا الحال بزاف، وحنا كنستنكروا هاد الهضره هادي اللي كيقولوا هاد الناس هذا. وهاد الفيلم هذا اللي خرجوا يقولوا ليه زوايا الصحراء زوايا الوطن، راه هادشي اللي سمعنا عليه راه بزاف عليه بزاف هاد الهضره اللي قال. وحنا راه ولاد سيدي احمد الرقيبي ابا واما، ولاد سيدي احمد الرقيبي ورقيبات، الاصل ديالنا صحراوه وهنا مقيمين في الرحامنه. جدودنا جاو بكري، جاو ايام سميتو، جاو هنايا الرحامنه ودرنا الديور ديالنا هنايا وسكنوا هنايا وجاو تابعين. ولكن باش يقولوا لنا حنا باننا ما جدنا ما كيولدش، راه حنا كنستنكروا هاد الهضره هادي، وراه بزاف هادشي اللي قالوا. الله بن علال بن سالم بن عمر بن ابراهيم ولد الهريم. هنا كانوا جاونا الرقيبات، راه في بوشان في عبده في دكاله في الرحامنه في المغرب كله فيه الرقيبات. هاد الناس اللي كيقولوا هاد الشيء والله لا عيب وحرام عليهم بالله، كيتقلدوا وكيتذنبوا وكيتموا، راه تقليد عليهم اللي كيقولوا هاد الشيء كيكذبوا عليه. وهو دابا مسكين شوف ميت بواحد التاريخ اللي ما كاين، وكيقول لك ما يولد. كل هاد الرقيبات اللي كاينه في العالم راه ولاد الشيخ حمد الرقيبي، كل شيء ولادو. واشكروا الله يرحم والدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. رشيدة بنت المختار بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، وحدة من الرقيبات بإقليم الرحامنة.
رانا كنستنكروا وبشدة ذا الفيلم الوثائقي اللي يعدل في العيون، زوايا الصحراء زوايا الوطن. كان زين عندنا لو كملوا الفيلم الوثائقي بدون مس في الشرف والنسب، باش يقولوا عن جدنا سيدي أحمد الرقيبي عاقر وليست له ذرية. هذا هو الطعن في الشرف وفي النسب، وصراحة شيء ينذى له الجبين. احنا ولاد سيدي أحمد الرقيبي تبارك الله ما شاء الله من طنجة إلى القويرة، وفي داخل الصحق حق المملكة المغربية الشريفة وخارجها، على ربوع الصحق حق الوطن والعالم ككل. فلهذا كان ند بشدة لهذا الفيلم الوثائقي اللي دار في العيون. ومن هذا المنبر هذا رانا كاتبين بيان استنكاري لهذا الفيلم الوثائقي اللي يعدل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاد الشيخ سيدي أحمد الرقيبي بإقليم الرحامنة وأعضاء المكتب المسير لجمعية الخيمة الصحراوية للمواطنة والتنمية بإقليم الرحامنة جهة مراكش أسفي. بيان استنكاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 2 في الناس هما لهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. إن مما ابتلى به الناس في زماننا الحاضر ادعاء البعض العلم بأحوال الناس وتضاريسهم القبلية وادعاء انتسابهم أو نسبهم إلى غيرهم، بل قد يتعدى الأمر ذلك ليصل إلى نفيهم وادعاء أن جدهم عاقر. هذا ليس فقط بل المريب عندما يصدر حكم نفي الشرف من قليل الشرف على كثير الشرف. على إثر تداعيات الفيلم الوثائقي زوايا الصحراء زوايا الوطن، والذي تم عرضه مؤخرا في إطار مهرجان العيون للفيلم الوثائقي والمدعم من طرف المركز السينمائي المغربي، والذي يحتوي على مغالطات مسيئة لشرفاء قبيلة الرقيبات بالمملكة المغربية من طنجة إلى القويرة. وبصفتنا أبناء الشيخ سيدي أحمد الرقيبي بإقليم الرحامنة نحذو حذو شيوخنا وأعياننا وأطرنا بالأقاليم الصحراوية المغربية، ونعلن عن إدانتنا واستنكارنا بأقوى العبارات وأشدها لهذه المغالطات التي تمس بالنسب والشرف في قبيلتنا والتطاول على جدنا الولي الصالح والقطب الرباني الشيخ سيدي أحمد الرقيبي طيب الله ثراه. كما نذكر دائما وأبدا بأن الولي الشيخ سيدي أحمد الرقيبي رحمه الله أب وجد لقبيلة الشرفاء الرقيبات، ومن السلالة الطيبة المباركة وسليل الأشراف الأطهار، حفيد سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ نشجب هذا الخطأ الجسيم واللا مسؤول بما جاء من تحريف لتاريخ القبيلة والمساس بامتدادها وعراقتها بتاريخ وجغرافية المنطقة، وأمام هذه التجاوزات الخطيرة والغير المسبوقة والمغالطات المشينة التي دبرت بإحكام وبنية مبيتة من شأنها المساس بالاندماج الاجتماعي والتعايش بين مختلف مكونات البناء الاجتماعي والقبلي للمنطقة، وتحمل قبيلة الرقيبات المسؤولية الكاملة للقطاع المشرف على تدبير السينما والثقافة والتواصل، وتطالب بالمتابعة القانونية والقضائية أمام الأجهزة المختصة. وتثمن هذه المبادرة القيمة والهامة التي قامت بها السلطات العمومية بالعيون وعلى رأسها السيد الوالي لإزالة مختلف مظاهر المهرجان المذكورة وإلغاء حفل الاختتام، مما أثاره من اضطراب اجتماعي وتوثر غير مسبوق. ولهذا فقد قرر أبناء الشيخ سيدي أحمد الرقيبي بإقليم الرحامنة الدخول في مجموعة من الإجراءات المادية والقانونية لرد الاعتبار، والتي يكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل. وأكدوا على الخصوص تنظيم زيارة وتجمع كبير لأبناء الولي الصالح شيخ أحمد الرقيبي بمنطقة الحبشي، ومطالبة الجهات المسؤولة لتقديم اعتذار رسمي لقبيلة الرقيبات لما طالها من تطاول ومساس لنسبها الشريف. وعليه فإننا نؤكد للرأي العام المحلي والوطني أن الولي الصالح شيخ سيدي أحمد الرقيبي هو شريف النسب
من أولياء الله الصالحين وعالم جليل، وتعتبر الإساءة إليه إساءة إلى جميع أولياء وصلحاء قبائل الصحراء في جميع ربوع المملكة المغربية الشريفة بدون استثناء. لذا لا يسعنا إلا أن نقف ضد هذا العمل المشين الذي يمس هذه القبيلة الشريفة، قبيلة الشرفاء الرقيبات، ونطالب الجهات المسؤولة محاسبة من سولت له نفسه التطاول على رمز من رموز هذه القبيلة من خلال هذا العمل الأرعن. ونقول إن أي عمل أو فعل يمس من كرامة الأولياء والصالحين بالمملكة المغربية الشريفة هو مس لجميع القبائل خصوصا بالصحراء المغربية. وفي الأخير نشيد باسم جمعية الخيمة الصحراوية للمواطنة والتنمية بإقليم الرحامنة الجهود المبذولة وردود الفعل المتضامنة من كل القبائل والأطياف ومكونات المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.